السلام عليكم جميعًا. من يومين كده حصل لي موقف خلّاني أقرر قرار. الموقف ده أنا كنت عادي في سنتر الحمد في حصة عند مستر إسلام صديقي وأخويا وحبيب قلبي، فمستر إسلام القاضي سألني سؤال وقال لي: "امبارح يا نادر كنت باتفرج على التلفزيون وكنت سامع ترامب بيتكلم وبيقول فلاديمير رئيس روسيا، فلاديمير حاجة كده، بس ما قالش بوتين، قال حاجة تانية، هو ده إيه؟" أنا فهمت هو إيه اللي هو مستغربه، هو بيسأل هي ليه بقت بوتن. بوتن، هو عايز يعرف فين الT، فأنا قعدت أقول له: "يا عم لأ دي معلومة عادي." وشرحت له السبب اللي أنا هاقوله دلوقتي، وافتكرت إن كل طلابي الحمد لله عارفين هي ليه بتتقال كده، لإني شرحتها وأنا بانطق كلمة قطن اللي هي كلمة Cotton، لإن أصلًا دي بتتقال كده، والله برضه هاقول لك ليه دلوقتي. فمن هنا بدأ فكرة تلعب في دماغي، اللي هو ليه بقى نادر ناس معيّنة، لإن أنا أكتر واحد كسلان في الدنيا. ف كل ما ييجي في دماغي وكل الناس تتحايل عليّا، فيا ابني قُل الكلام ده لكل الناس، نزّل فيديوهات، الناس الكلام ده إحنا محتاجينه، حتى كبار وصغيرين، خلّصوا تعليم، ما خلّصوش تعليم، ال الناس كلّها ما بتنطقش كده، فليه ما تقولناش؟ فبالتالي أنا عامل الفيديو ده عشان أدبّس نفسي، لإن أنا بجد هابدأ أشرح الحاجات دي بالتفصيل، مش عارف بقى ده هيودينا لفين، هيُقابل إزاي؟ بس أنا هدفي دلوقتي إن أي حد يتابع الفيديوهات دي اللي هتنزل في الصفحة ديّة أو في قناة اليوتيوب اللي هتتعمل، هيبقى بالنسبة له الإنجليزي زيه زي العربي. أنا عايز يبقى الطالب اللي بياخد إنجليزي أو بيدرس إنجليزي كإنه في مدرسة دولية، لإنه مش هيسمع حرف ناقص، لأ، هيبقى نفس المحتوى اللي هنا هو المحتوى اللي هنا. ليه يبقى في ده أنت خدت الإنجليزي فأنت أكيد يعني هتخلّص تالتة ثانوي وتبدأ تدوّر على كورسات غالية جدًا عشان أنت عارف إن أنت في الإنجليزي ميح. هو ليه بقى؟ ليه الإنسان ما ياخدش الإنجليزي من صغره الطالب مرّة واحدة، ويبقى طالع مخلّص؟ طبعًا السبب ليه، لإن إحنا متعودين على إن طالما ما كناش إحنا مرغومين على حاجة، طالما هو مش بيحاسبني في الامتحان على الموضوع ده، فأنا عمري ما هاسعى إني أتعلمه، فده غرضي دلوقتي. طب قُل لنا بقى يا نادر، هي ليه كلمة رئيس روسيا ليه اسمه Putin كده، الT راحت فين؟ وكلمة cotton اللي أنت لسه قايلها اللي أنا كنت فاكرها cotton، إيه اللي جاب دي لدي؟ الفكرة اللي أنا عايز أوصّلها من خلال كل الفيديوهات اللي هتتعمل، إن الموضوع مش عوجة لسان، لأ، هي إحنا بنعمل حاجات محددة، قواعد محددة في النطق، لمّا نلاقي حروف معيّنة، أصوات معيّنة، بنتصرف بالطريقة دي. فمثلًا لو مسكنا كلمة cotton، It's so soft, I can't believe it's not cotton. It's so soft, I can't believe it's not cotton. وإيه اللي بيخلّيني يعني أقولها كده؟ مش عوجة لسان وخلاص. الفكرة إن أي كلمة في الإنجليزي، هنبدأ بقى خلاص المعلومات بتاعتنا يعتبر ده أول فيديو. أي كلمة في الإنجليزي آخرها صوت الN، وقبل صوت الN ده، أنا صوت الN بُص ما قُلتش حروف، ما قُلتش حرف الN، ركّز. صوت الN يعني IN هيتنطقوا N مع بعض، ON هيتنطقوا N، AN هيتنطقوا N. أي صوت من ده، أي كلمة آخرها الصوت ده، وقبل الصوت ده، قبل الحرفين دول مع بعض، في حرف T، فالT بتعمل الصوت اللي حضراتكم سامعينه ده، اللي هو صوت الهمزة. أنا باسميه صوت الهمزة، هو ما عندوش، مش موجود عندنا. أقرب صوت ليه عندنا في اللغة بتاعتنا هو صوت الهمزة. بس إيه اللي بيحصل، الصوت ده بيطلع إزاي؟ ونركّز أوي في طريقة خروج الصوت علشان ده صوت مكمّل معانا، ده موجود في كلمات كتير. اللي بيحصل إن طرف لساننا من قدّام بيلزق بيلمس سقف بُقنا من فوق، طرف لساننا اللي قدّام بيلزق في سقف بُقنا يعني كده، وبعد كده تقول صوت الN. يعني مثلًا ك شُفت؟ ما باعملش بقى كده لأ، دي مش موجودة، الت دي مش موجودة، يعني أُقف عند لمس طرف لسانك لسقف بُقك فوق، يبقى بس كده. طبعًا على فكرة دي محتاجة ممارسة سنين، فما حدش يستغرب أو ييأس أو يُحبط إن هو مش عارف يقولها دلوقتي، طبيعي، بس أنا اللي عايز أوصّله إن ليها سبب، اللي هو إحنا بننطق ده بالشكل ده عشان كده. أصبح الموضوع مش اللي هو اللي يعوج بُقُّه أكتر يبقى بيتكلم إنجليزي أحسن. طب معلش يا ندى بقى، أنت في حاجة أنت ما قُلتهاش، هي ليه دي أنت جايبها منين؟ هي مش الO قدّامك، مش CO المفروض تبقى CO، لأ، هي الO لو بين صوتين ساكنين، صوتين مش حرفين، لأ صوتين ساكنين، فالO دي بتتنطق بالمَد،
مش فتحة كده لأ، مَد بالألِف، مش عشان في فرق، هنتكلم على كل الأصوات. علشان كده كلمة يُقف أو يوقّف أنت أكيد سمعتها في مليون فيلم أجنبي قبل كده stop، stop. أيوه يا ندى بيقولوا كده صح، ما بيقولوش stop. إحنا بنقول stop في الشارع إحنا بنلعب كورة، لكن هُم بيقولوا stop. دي حاجة ثابتة. محل يعني إيه؟ لأ مش shop لأ shop، shop، stop، top وهكذا. hot يعني حَر. فلمّا تبدأ تراجع كل الحاجات دي تقول صح. خلاص ما أنا مش محتاج حد بقى يقول لي، ما هو الO طالما في المكان ده بين صوتين ساكنين فأنا هانطقها كده لوحدي. فمن هنا يبدأ الموضوع يبقى سهل، يبقى خلاص اتعلمت حاجة، فهمتها، أفهمها لمّا أسمعها. من هنا يتحسن عندنا الاستماع، مرّة مع التانية يتحول الإنجليزي بلهجته من اللهجة الأمريكية اللي أنا باشرحها دلوقتي ده إنجليزي لهجة أمريكية، يبقى بالنسبة له كإنه لغة مصرية عادي. أنت مش محتاج تبُص على الترجمة طالما أنت خلاص سمعت الحاجة أو درستها. أنا نادر رجب باشكركم جدًا، وانشروا بقى الفيديوهات دي في كل حتة، علشان بجد دي هتفيد أي حد مهمًا كان هو في كلية إيه والّا خلّص والّا ما خلّصش، ده للإنجليزي بتاع حضرتك. أشوفكم على خير، سلام.